يا سهير. ايوه يا ماما. مين اللي كان بيضرب جرس الباب؟ دي مدام زينات الخياطه يا ماما، بعتت فستان الفرح. وريني كده حكيم، انا عارفاها. بصي لو النبي يا ماما، ده جنان خالص. شوفي. الف مبروك يا بنتي. اصل الحاجه المستعجله كده ما بتكونش مظبوطه. ازاي يا ماما؟ هو انا عمري شفت جوازه بالسرعه دي؟ كانت بالكتاب كان من يومين والفرح يوم الخميس. اصل العريس مستعجل قوي يا ست هاني. انت مالك انت يا بنت؟ حاضر يا ست هاني. ايه اللي دخلك في مواضيع زي دي؟ امشي ادخلي جوه شوفي ايه اللي وراك. حاضر. ايه بس اللي مزعلك يا ماما؟ انا يا سهير بالزعلان ده يوم المنى لما اشوفك في بيت العدل، لكن بالسرعه دي. حبيبتي يا ماما، انت زعلانه اني هسيبك واسافر بعيد عنك يا رب. طبعا يا سهير، لكن اقول ايه بقى، ابوك اداه كلمه وخلاص. ربنا يا بنتي يسعدك ويهنيك. يا حبيبتي يا ماما. ادخلي بقى يا حبيبتي اكتبي تذاكر الدعوه احسن يا دوب الوقت ضيق زي ما انت شايف. حاضر يا ماما، حاضر يا احلى ماما في الدنيا. ايوه اول عينيا ما جت فالك. ايوه حاضر. الو، مين؟ عايز الست الكبيره؟ اقول لها مين؟ واحد قريبها؟ ايوه موجوده حاضر. في ايه يا فتحيه؟ واحد عايز حضرتك يا ست هانم. هاتي السماعه يلا وادخلي انت جوه. حاضر. الو. ايوه انا ام العروسه. الله يبارك فيه. الله، انت بتضحك على ايه؟ العريس ماله؟ اتكلم. بتقول ايه؟ مش معقول، مش ممكن. انت متأكد من الكلام ده؟ يا خبر زي بعضه. الو. الله، قفل السكة. يا سهير. أيوة. يا بنتي يا فتحية. يا ماما. يا سهير. في ايه يا ماما؟ مالك يا ماما؟ وشك اصفر كده ليه؟ الحقيني يا بنتي. مالك؟ مش قادرة اقف على رجلي. حصل ايه بره الشر؟ كوباية مية بسرعه يا فتحية. حاضر يا ست مالك يا ماما؟ مالك يا حبيبتي؟ اسنديني يا بنتي لغاية اما اقعد على الكرسي. مالك يا ماما؟ انت حاسه بايه؟ يا دي المصيبة. يا دي المصيبة. اروح اكلم الدكتور يا ماما؟ لا، أنا بخير يا بنتي. أنا بخير، بس اللي حصل مش هو اللي خير أبدا. وبعدين يا ماما مش تقولي ايه اللي حصل؟ أقول إيه وعيد إيه؟ عياني دي آخرة بختك يا بنتي. ارجوكي يا ماما تتكلمي وتفهميني ايه الحكايه. اسمعي يا سهير، اتصلي بابوكي حالا في الشركة. حاضر يا ماما حاضر. وقولي له يجي بسرعة. يا قلة بختك يا بنتي، يا قلة بختك. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شفت بقى يا سي عبد السلام شرطك؟ وأنا كنت عارف إن ده هيحصل. أنا مش قلت لك تسأل عن العريس قبل ما ننشبك الشبكة دي؟ أسأل عنه إزاي بس؟ إذا كان الأستاذ حامد أعز صديق ليا هو اللي جايبه وقعد يشكر فيه قدامي، وهو طلع وحش. لكن الجدع مش باين عليه حاجة من اللي بتقولي عليه. يعني كنت عايزه يعلق إعلان على ظهره ويقول أنا متجوز وعندي 3 أولاد، أنا عارف بقى. ويمكن كمان رامي ولاده في الشارع ومراته رفع عليه قضية نفقة كمان. يا شيخة بلاش الكلام ده. أتاريه كان مستعجل قوي. أيوة كان مستعجل قبل الحكاية ما تتكشف. بقى كده يا أستاذ حامد تغشيني؟ أمال لو ما كناش أصحاب طول العمر. والعمل إيه دلوقتي؟ والله ما أنا عارف يا تفيدة. هو في غير إنه يطلق بنتنا؟ يطلقها؟ ايوه برضاه او من غير رضاه، قدامنا المحاكم اهي. بنتي ما تتجوزش راجل بالشكل ده ابدا. انا بقول يا تفيدة، هي المسألة عايزة ولا بقى؟ اسمعي بس اللي هقوله. اتكلم يا سي عبد السلام، ما هي طيبتك دي هي اللي غرقتنا. يا ست اصبري شوية لغاية ما اكمل كلامي. سكت اهو. بقول ناخد رأي البنت في الموضوع ده. تاخد رأيها في ايه؟ يا ست هي اللي هتتجوزه مش احنا. مفيش كلام من ده. اللي انت عايزاه اعمله. تقوم حالا تروح لواحد محامي وتشوره في المصيبة اللي حصلت. حاضر يا ست تفيدة، حاضر هروح للمحامي. الله. ايه اللي حصل بس يا صلاح؟ انت لسه ما تعرفش. طيب يا اخي فهمني اعمل معروف. حتة دين مقلب يا ابني، هيطلع من عينهم. مقلب ايه؟ اتكلم. انا يتعمل فيا كده ليه؟ عملت ايه؟ صلاح عن اذنك. الله، على فين؟ استنى، ما انا مش فاهم حاجة من كلامك ده ابدا. شوف يا سيدي، ها، انا مش كنت قلت لك اني هتجوز؟ وعمرك ما هتتجوز ابدا يا صلاح. اشمعنى؟ يعني مش عارف طريقتك؟ انت راجل بتاع سهر. انت هتعمل لي زيهم يا حلمي؟ زي مين؟ شوف يا سيدي، انا قلت يا واد مفيش داعي تقعد عازب. وعنها اخترت حتة بنت يا حلمي، حلوة
حلوة قوي. مش سهير اللي كلمتني عنها؟ استنى بس، اديني مستني. هي المهم رحت اكلم ابوها في الموضوع. وقال لك ايه؟ سبت له كارت يسأل عني. وبعد اسبوعين يا استاذ، تعرف قال لي ايه؟ حضرته يقول لي متأسفين ما عندناش بنات للجواز. اسمع يا صلاح، انت اصلك لازم تغير نظرتك للحياة. هنرجع تاني للفلسفة بتاعتك. طيب وعملت ايه بعد كده؟ عنها صممت اني انتقم منهم. ايه؟ تنتقم منهم؟ طبعا، امال كنت حاسبهم كده؟ اول ما سمعت ان فيه عريس تاني تقدم لها عملت حتة دين ملعوب. ملعوب ايه؟ كلمت امها في التليفون وقلت لهم ان العريس فيه كذا وكذا. اسمع يا صلاح، انت غلطان، وكان يجب تفكر قبل ما تعمل كده. يعني ولا حاجة يا صلاح، عن اذنك. حلمي الله، هو ماله جري كده ليه؟ انت حر. كفايه يا سهير يا بنتي، كفايه. انت بتعيطي على ايه دلوقتي؟ مش تحمدي ربنا ان الحكايه السودة دي انكشفت لنا بدري؟ ما تزعليش يا بنتي، الحكايه هتمر بسلام ان شاء الله. ربنا يخليك لنا يا سي عبد السلام. الا ما قلتليش المحامي قال لك ايه؟ انا فهمته على كل حاجه واديته قسيمه الجواز. هو ده كان جواز؟ حسره عليك يا بنتي. ودفعت له مقدم الاتعاب. وهيرفع القضيه امتى؟ يا ست صبرك، هو وعد انه هيرفعها لو العريس ما رضيش يطلق بنتنا بالرضا. هو الصنف ده يجي الا بالقوه؟ ده وش محاكم يا سي عبد السلام. في ايه يا فتحيه؟ واحد عايز حضرتك يا استاذ. دخليه الصالون. يا ترى مين اللي جاي لي الساعه دي؟ ايوه يا فندم، في خدمه اقدر اقوم بيها؟ مش حضرتك الاستاذ عبد السلام والد الانسه سهير؟ ايوه. في حاجه؟ استاذ عبد السلام، انا عاوز سيادتك تسمع الكلام اللي هقوله وتفهمه كويس. كلام ايه؟